فيها كثير من الرومانسية. مش معنى الرومانسية؟ بمعنى أنه الجزائر شعوب غرامة. رومانسية يعني غرامة يا حبيبي. الرومانسية في المجال. لا تحقيق المصير. بيسألنا عادل، بيسألنا بكل شو معنى الرومانسية. الرومانسية ولا هذيك الشعارات القديمة، نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهم الشعب الجزائري عام 90 انتخب ومارس حقه في الانتخاب الديمقراطي. قتلوا وذبحوا نص مليون، ذبحوا الجيش اللي يحكي على حرية الصحراء الغربية. قتل. الرواية الأخرى وهي أن الصحراء الغربية، قضية الصحراء الغربية هي قضية مفتعلة. كيف مفتعلة؟ أنه الاستعمار الإسباني خرج، العائلات المغربية عادت إلى أراضيها. قرر القيادة المغربية قررت بأنه تعود أو تأمر الناس بتعود إلى أراضيها. عادوا إلى أراضيهم فيما يعرف بالمسير الخضراء. جبهة البوليساريو أوجدها وولدت في أحضان يعني اللي عملوا المسيرة الخضراء هم أصلا سكان الصحراء الغربية. هم سكان الصحراء والمغاربة. سكان الصحراء هذه الرواية. سكان الصحراء والمغاربة صحيح. جزء بسيط منهم من سكان الصحراء. أما الباقي أكمل لك. كم عدد الذين جاءوا؟ أكمل لك. شوف الدكتور، نعطيك عدد 350,000 مغربي. نعطيك التعبير، واحد معارض جزائري لكن معارض حر. دكتور أنا أقول لك لا حافظ. أنا هذه القضية من تكويني. أنا خريج العلاقات الدولية ودرست العلوم السياسية، وهذا الملف يعني أهضمه هضما. يعني 350,000 مواطن مغربي فيهم بعض من سكان الصحراء. اصبر علي قليلا. والله جروا جرا في ظروف قاهرة. اصبر علي قليلا. يمشيوا هذه مئات الكيلومترات بأمر من الحسن الثاني. اصبر علي قليل. هذه ادبيات الرومانسيه تبع اليسار الجزائري. اسمعني بس. هذه حقائق. اسمعني اكمل لك بس. اسمعني. اصبر علي. الادبيات هذه يرددها الشيوعيون واليسار الجزائري وانصار ابو مدين والخلافات التقليديه. الحقيقه سليم لا يساري ولا شيوعي. لا يساري ولا شيوعي. هذه الثقافه تم ترويجها. الحاجه الاساسيه دكتور عزام واستاذ ابو انس واخي الطيب واخي سليم، انه الافتعال قضيه الصحراء الغربيه كان مقصودا. كان هو المدين عندما استقبل الحسن الثاني بعد حرب الرمال وقال له باللهجه الجزائريه وحط اشلاغ وهكذا، قال له حتشوف اعمل لك ايه. اعود الى الفكره الاساسيه. جبهه البوليساريو ولدت في احضان المقبور العقيد القذافي، وايضا برعايه جمال عبد الناصر. هو اللي اسسها؟ نعم، هو اللي اسسها. ولدت هناك في ليبيا ودعمت بالسلاح من ليبيا، ثم بعد ذلك استقبلها ابو مدين واعطاها السلاح، وما زال يصرف الجزائريون والعسكر الجزائري الى يوم الناس هذا يصرفون عليها ملايين من اجل الدفاع على ما يسمى بتقرير المصير في الصحراء الغربيه. والاموال هذه الاصل في الاشياء تنميه الجزائر اولى بها. اين القصه؟ حاول النظام الجزائري خلال هذه السنوات كلها أن يضغط باتجاه تحقيق يعني توازن قوة ورعب مع المغرب، وهو كلام صحيح تبع صراع النفوذ، لكنه لم يستطع. كلما واجه النظام الجزائري أزمة داخلية ذهب أو استدعى العدو الخارجي، وأن هناك عدوان خارجي وهناك عدو خارجي لابد من مواجهته. في التسعينات القرن الماضي كان يواجه الديمقراطية وألغى الانتخابات الديمقراطية، فذهب حاول أن يفتعل أزمة في المغرب. كيف ذلك؟ صنع ما يسمى بتفجيرات أطلس آسني في مراكش فندق، وكان هذه رسالة إلى المغرب. لم يثبت. لا ثبت وأكد الوثائق. المغرب لم يثبت ذلك. يعني الخلية اسمع المغاربة لا تقول غلط. لا رد علي بس. اسمح لي خليني في نقطة، نعطيك نقطة نظام. هذه 1994 ادعت المغرب تسرعا. هم قالوا تسرعنا في الحكاية. هم قالوا تسرعنا. 94 تفجير مراكش قالوا عملته الجزائر، المخابرات الجزائرية غلقت الجزائر الحدود وغلقت كل شيء. بعدها ماذا قالوا؟ أحد لم يثبتوا وتراجعوا ذلك. وانا احكي مع مسؤولين. بس اقول لك لحظه تسرعوا في ذلك يا اخي. كم معلومه بس ترتاحوا. معلومات فقط. الخليه التي نظمت
تفجير أطلس آسني في صيف عام 94 خلية جزائرية، وأحد عناصرها سجل هذا واعترف هذا أمام القضاء الدولي، وبالتالي هذا واسمه معروف. ممكن يكون اعترف تحت التعذيب. لا اسمه موجود هنا، لاجئ، هو لاجئ في اسكتلندا، وقال بأنه أنا ذهبت وأعطاه جواز سفر وأعطاه الأسماء. هو كريم مولاي، واعترف بالأسماء. وجاب صورة الجواز سفره، وجاب الأسماء اللي ساهمت معه، وهذه قضية معروفة دي. هذا الشخص دعك من هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تغنينا عن الجوهر. ما هو الجوهر؟ الجوهر لو أنك سألت نفسك قلت ما مصلحتي أنا كجزائري كمواطن جزائري أن أموالي التي تأتي من النفط والغاز، والتي أنا الشباب الجزائري أحق بها من السلاح السوفيتي والصيني، أليس الأولى بهذه الأموال أن تذهب للتنمية؟ تصور لو سألت نفس السؤال عند المغربي، المواطن المغربي الفقير هذا أعطيني فرصة. السؤال الثاني، لو أن المغرب أتت وتبنت حركة رشاد المعارضة لإسقاط النظام الجزائري باعتباره أنه نظام غير شرعي، ما الذي ستفعله الجزائر ضد المغرب؟ شوف تقود حربا. كمل. هل المغرب تبنت رشاد؟ لا لم تتبناها. المغرب لم تتبنى رشاد. قول أن عمر هلال